عايزين ناكل حاجة حلوة بعد الفطار، الغدا، العشاء. فطبعا نفكر احنا ناكل ايه، نعمل ايه. نعمل القشطوطة لان دي اخف حاجة من الحلويات الشرقية، واخف بكتير لانها مسقية لبن وعليها توبينج بسيط او فاكهة، اي فاكهة انتي بتحبيها، زائد انها مسقية لبن. والكيكة كيكة اسفنجية زي كيكة الجاتوهات، فهي تحبيها قوي وسهلة وطريقتها سهلة جدا. عايزاك تتفرجي على الفيديو من اوله لاخره عشان تعمليها مظبوطه، تطلع معاكي تبقى حلوه قوي، تبقى انت حريفه كمان في عمل القشطوطه وهتعجبك قوي. طبعا احنا اكلناها كتير قوي بجميع الاطعمه بتاعتها من بلبن، وعارفين طعمها عامل ازاي، ودي هتعجبك وهتبقى احلى بكتير من اللي احنا بنشتريها من بره. وكفايه اللي هي عمايل ايديك وان انت عاملاها في البيت. فعايزاكي بقى تدعمينا باشتراك ولايك للقناه، وتتفرجوا على الفيديو على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وقولوا لي ايه رايكم، ولو عملتوها وجربتوها اكتبوا لي في الكومنتات. انا هنا بدأت بنص الفيديو عشان تشوفوا احنا بنعمل ايه في القشطوطة، وبعد كده بقى ايه هندخل على المقادير. فطبعا انا ببتدي طبعا بعد سواء الكيكة الاسفنجية واسيبها تبرد خالص، بروح مقشرة الوش بتاعها لان الوش بتاعها بيبقى مش حلو، بيلزق كده وبيبقى زفر، يعني مش حلو. فبتبتدي تقشريه بسكينه او بايدك زي ما انت شايفه في الفيديو كده. انا ابتديت اقشره بسكينه وسهل قوي ان انا اعمله بايدي. طبعا انا عندي هنا كيكه ممكن تاخد، شفتي الكوبايه الكبيره الازاز دي بتاع العصير، تاخد اتنين او من اتنين لتلات كوبايات على حسب. طبعا انا جيت هنا عملتها بالكوبايه المعياريه، طلعت عندي 5 كوبايات بالظبط سقيتها. طيب ممكن الكيكه بتاعتي تاخد اقل، ممكن تاخد اقل من كده، يعني ممكن تاخد منك 3 4 كوبايات معياريه. المهم ان انت في المرحله دي بتسقي الكيكه. هنا خدت مني 5 كوبايات بالظبط. انت بتسقي الكيكه لغايه ما بتضغطي عليها كده بالمعلقه. انا هوريكي دلوقتي تضغطي عليها بشوكه كده او بمعلقه. بتلاقي حروفها كلها لبن وفيها لبن جامد، مسقيه، اتسقت كويس جدا اهي. شايفين اللبن باين ازاي من الحروف. وهضغط اهو بايديا، لا كده اتسقت كده كويس قوي. في المرحله دي هتستكفي بقى باللبن كده، كفايه لبن وكده ايه تمام. انا هضغط عليها هنا بالشوكه طبعا، هتلاقيها بتطلع معايا لبن. فدي القشطوطه بقى الصح، اللي انت بتسقيها لبن كتير قوي وبتبقى الكيكه كلها ما تخافيش انت بقى تقولي هتتهري مش هتعجن كده، مش هيحصل لها حاجه خالص. هي ما بتخش التلاجة وفي التبريد بتشرب كل اللبن اللي فيها، وبتبقى حلوه خالص. بتطلع انها ما فيهاش لبن نهائي، بتبقى مسقيه كويس جدا، وتبقى طريه قوي وناعمه. تحبي تاكليها يعني بدل ما بتاكلي قطعه تاكلي قطعتين 3 4، فبتبقى حلوه قوي. طبعا الكريمه، اقول لكم برضو على مقدار الكريمه بتضربيها. اهم حاجه عندي الكريمه هنا لازم تكون متماسكه زي ما انتم شايفينها كده. احط لها السوائل كتيره خليها سايله، لا خليها متماسكه عشان تبقى طبقه على ايه، على القشطوطه، تبقى طبقه قشطوطه هي الكيكه، طبقه كريمه، اي توبنج انت بقى بتحبيه او اي فاكهه. هنا الفاكهه انا قطعتها شرايح، واللي اتبقى من الشرايح حطيته في الارضيه على الكريمه، على وش الكريمه. وهبتدي بقى ارص المانجا عشان تدينا الشكل الحلو في الاخر. طبعا هبتدي ارص فيها واحده واحده. طبعا انا قطعتها شرايح، ممكن تقطعها مكعبات اي حاجه انت تحبيها، وممكن تخليها بيوريه كده وتحطها بالمنظر اللي انت شايفاه كده. بس انا عشان التصوير فقطعتها شرايح. طبعا احنا في موسم المانجا، المانجا اي مانجا انت بتحبيها، بس انا مستخدمه مانجا عويسي فحلوه قوي. اهم حاجه انت المانجايه ما بتختاريها بتبقى متماسكه، يعني جامده شويه عشان تطلع معاكي شرايح. لو انت جبتيها طريه شويه لا ما تطلع معاكي بيوريه، مش هتبقى حلوه، مش هتطلع معاكي شرايح، مش هتتقطع اصلا. بس فانت بتدوري على المانجايه اللي هي الناشفه شويه الجامده، مستويه بس جامده شويه، بتقطعها شرايح وبتحطها بالمنظر ده. طب احنا ممكن نستخدم اي فاكهه تانية، اي فاكهه انت تحبيها، مانجا، موز، فراوله، كيوي، تفاح، تقطعيه شرايح، اي حاجه. طيب انا ازاي احافظ على اللمعه بتاعتها؟ انا ممكن تفاح يسود مني. انا بعمل هنا نص كوبايه شربات، الشربات بتاعنا بتاع البسبوسه اللي هو الخفيف، وابتدي بالفرشه وادهن على وش اي فاكهه. يفضل بقى طبعا المانجا محتفظه الفاكهه محتفظه باللون بتاعها واللمعه بتاعتها، وتبقى حلوه قوي. طيب انا ممكن احط اي توبينج تاني، اي حاجه انت بتحبيها. شوكولاته، ممكن تبشري شوكولاته، ممكن تسيحي شوكولاته اللي هي الخام دي وتحطها على وشها. انا هنا كان عندي صوص شوكولاته حطيته في كيس عادي من كيس التلاجة.
انت لو عندك طبعا الكيس الحلواني طبعا هيسهل عليكي اكتر، وهتظبطي الخطوط وهيبقى طالع كمان تحفة وحلوة قوي، والخط مظبوط زي القطع اللي انت بتشتريها بره، زي بتاع الجاتوهات اي حاجة حلوة بتجيبها من عند الحلواني. طيب انا هنا بعد ما استخدمت النوعين دول هستخدم ايه تاني؟ هستخدم صوص فراولة. صوص الفراولة ده بشتري جاهز. انا شاريه الشوكولاته، صوص الشوكولاته وصوص اللوتس او صوص الفراوله، صوص البيستاشيو، اي حاجه من بتاع الحلواني، مستلزمات الحلواني. فببتدي بقى طبعا ازود بيهم اي حاجه، والكميات بتقعد عندك في التلاجة، بتاخدي منهم مثلا بمعلقه زيت بتخففي الحاجه وتحطي. انا كان عندي هنا اوريو، عندي كريز، هبتدي طبعا ايه ازوق بيهم. طبعا الكريز هنا بيكسر لون الفاكهه فبيبقى حلو قوي. طبعا انا في الجزء الثالث طبعا قسمتهم ل3 اجزاء عشان عندي اولاد، اللي بيحب الشوكولاته، اللي بيحب المانجا، اللي بيحب الفراوله. انت لو عندك ضيوف برضو هتطلعي قطع باشكال كتيره، انك عامله مثلا 3 صواني، وانت كل اللي انت عاملاه صاج. الصاج ده 30 في 40، صاج كبير. وهقول لكم على المقدار دلوقتي بتاع السبونج او بتاع الكيكه العاديه البيتي، اللي هي الاسفنجال، انا عملتها ايه فيه. طبعا لازم تخش التلاجة، انت طبعا بتغلفيها بستريتش وتدخليها التلاجة تبرد كويس قوي عشان الكيكة تمتص كل اللبن اللي فيها، كل السوائل اللي فيها، وتبتدي بقى تقطعيها شرايح وتطلعيها في اطباق. فحلوة قوي وجميلة، جربيها واكتبي لي في الكومنتات عجبتك او لا. هنا بقى المقادير عندي، انا جهزت طبعا اسهل حاجة ليكي كست بيت زي ما انا بعمل كده. انا اجهز المقادير الاول في بولات فبتسهل عليا. طبعا عندك عجان، عندك مضرب بيضرب حلو قوي. انا عندي عجان، المره دي ضربتها في العجان فسهل قوي. المكونات ايه بقى بتاع القشطوطه؟ 4 بيضات، فانيليا ده محسن الجل، انا باخد منه معلقه وبشيل الباقي. يعني انا بجيب مثلا ده بيبقى فيه معلقتين، بستخدمه على مرتين، وفي الاكياس حلوه قوي. فهنا برضو هنرجع بقى للمقادير عشان ما ننساش: 4 بيضات، فانيليا، معلقه محسن كيك، ربع كيلو دقيق اللي هو 250 جرام، 100 جرام ماء اللي هي نص كوبايه من الحنفيه عادي، معلقه ممسوحه بيكنج باودر اللي هي المعلقه الكبيره ونمسحها، 200 جرام سكر بودر اللي هي كوبايه، و35 جرام نشا، رشه ملح. طب 200 جرام سكر بودر ليه انت بتستخدمي سكر بودر مش العادي؟ لان انا جربت العادي لقيته بيحبب معايا في الكيكه بعد الضرب، بتطلع فيها حبيبات، واجي اسويها الوش بيطلع وحش قوي وما بتطلعش مظبوطه. فابتديت اعملها بسكر بودر. سكر بودر دي بقى الكيكه مضمونه معاكي وبتطلع 100%. وما بتيجي تضربيها طبعا ما بيظهرش فيها طبعا بعد السوا نهائي، اللي هو سكر بودر زيه زي الدقيق زي النشا. وابتدي بقى احط الكميه كلها على بعضيها. دي اسهل حاجه بقى، دي الكيكه اللي يعني اللي تضمنيها تعملي منها جاتو، تعملي منها سويسرول، تورته، اي حاجه انت تحبيها، حتى ميني كيك. دي انا معتمداها وحلوه قوي، انت اعمليها وجربيها حتى لو في نص المقدار، كلها على بعضيها في العجان او في بوله بالمضرب الكهربائي. طب احنا ممكن نعملها بمضرب سلك؟ لا مش هتنفع، لازم مضرب كهربائي، لانها بتاخد وقت، بتاخد 8 يعني 7 8 دقايق، فبتاخد منك وقت في الضرب، فمش هتقدري تعملي بالمضرب السلك. بس خلصناها وضربتها كويس قوي. طبعا هي بتزيد زيها زي الكريمه ولونها بيبيض قوي بيفتح زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا انا الصاج هنا برضو المره التانية مقاسه 30 في 40. طب انا لو عندي صاج صغير ممكن اعمل فيه نفس المقدار، بس المقدار هيبقى عالي شويه. ممكن بعد كده تقسميها نصين وتستخدميها في صينيتين وتعملي تزوقيها زي ما احنا عملنا كده. ابتدي بقى طبعا اظبطها واسويها كلها في الصاج. طب انت ليه هنا ما حطيتيش ورق الزبده؟ شوفي بقى، انا بحب في القصه بقى دي اوفر ورق الزبده، لان انا كده كده مش محتاجاه، لان انا هسقي الكيكه وهزوقها في نفس القالب. لو هستخدم قالب تاني ولا هستخدم مثلا اطباق الجاتوهات اللي هي الجاهزه والحاجات دي مثلا وهاخدها لحد، لا في الحاله دي لازم احط ورقه ايه، ورقه آه، هستخدم ورقة زبدة. بس هنخش بقى الكريمة. هي كوباية كريمة اللي هي ربع كيلو كريمة خام، خام من عند مستلزمات الحلواني. احط بقى نص كوباية
بودرة كاستر او كاستر انت عاملاه وشايلاه في التلاجة عادي. هتحطي ربع كوباية سكر، احفظيها كده بقى. كوبايتين لبن مثلجين، كوباية كريمة خام، نص كوباية بودرة كاستر، ربع كوباية سكر. بودرة الكاستر بتشتريها برضو مع الكريمة الخام، موجودة برضو كلها عند مستلزمات الحلويات، سهلة قوي. تاني، كوبايتين لبن، كوباية كريمة خام، نص كوباية كاستر، ربع كوباية سكر. اللبن هنا لازم يكون متلج يعني في قطع تلج. وهتبتدي طبعا تحطهم كلهم برضو على بعض وتضربيهم، هتلاقيها بالشكل دي ومتماسكة. يعني انت شايفاها متماسكة ازاي، مش سايلة. لازم القشطوطة الكريمة بتاعتها تكون متماسكة. طب انت عندك كريمة لباني، عندك قشطة، انت كده هتزودي الطعم هيكون احلى. فهتحطي يعني مثلا تحطي ربع كوباية لبن، تحطي مكانها ربع كوباية كريمة خام. طبعا تشوفوا احنا بعد ما قطعناها وكلناها طبعا يعني تلات ارباع القالب كده خلص. انتوا شايفين شكلها عامل ازاي وطلع طبقات ازاي اهي، وانا لسه بقطعها في البدايه. طبعا انت بتطلعي خرط كبيره كده زي ما احنا ما بنشتريها، بتبقى حلوه. ممكن كمان بقى زي ما احنا بنشتريها بلبن، لان انا دقتها من عندهم كتير قوي. هي طبقه رز، بيعملوا طبقه رز مش مسكره، وبعدين تحطي عليها الكيكه وتحطي اي توبينج انت تحبيه. انا دقتها عندهم بالشوكولاته حلوه، وبالمانجا برضو جميله جدا. ممكن تعملها بالمكسرات، اي طعم انت بتحبيه. حبه مكسرات كده كتير على الوش، وحبه عسل على على المكسرات عشان المكسرات تلمع. وبألف هنا وشفا. اعمليها بقى واكتبي لي في الكومنتات وقولي لي هي عجبتك ولا لا. ولو انت عايزاها بطريقة تانية او عايزاها مثلا بتوبينج تاني او بأطعمة تانية، قوليلي في الكومنتات وانا اكتب ونجرب مع بعض ونشوف الأطعمة عاملة ايه. بألف هنا وشفا عليكم، سلام عليكم.